لما خرجت من الحوار بعد غياب طويل للإعلام على الشاب على قناة الحوار التونسي، يعود اليوم كضيف في برنامج فكرة سامي الفهري مع زوجته للحديث على عديد من مواضيع المثيرة للاهتمام، كما أيضا تأثر لحد البكاء ولم يستطع حبس دموعه وهو يتحدث عن خروجه من قناة الحوار. اكتشفوا في هذا الفيديو القصير أسرار هذا الحوار الاستثنائي، وماذا قال علاء عن تجربته المهنية الجديدة والشخصية. أصدقائي، ليصلكم كل جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة. يا ودي اختاني سيبني يا رامبو، انا صاحبك قالوا التشبيه مش تشبيك فعلا. يا ودي ايش دخلك بيني وبين مرتي؟ ايش بيك؟ ليه عليه كلمه ما تقطعش. تشبيه ذيك محمد ايش بيك؟ شو ما نجمش يكون زوج الاخير ناوي تخرب لي داري ولا شنو؟ مش هيا كالميفو. خفت لما تقدم لك عليه العائله والاصحاب ما يقولكش فك عليك. قالوا لي حتى من الناس اللي يخدموا معايا معناها القراب لي صحابي الكل معناها فك عليك، ما فشل مره واثنين وثلاثه. علاش تاخذ العيب مش فيهم فيه. يا ولد فساتة تونس كامله ضحكت عليه، المنشطين والصحافي كلها بدلت جدقاتها.